المكشكشة. المكشكشة مش جلاش يا جماعة وخلاص ونحط فيه المهلبية ونكشكش من فوق الوش وخلاص على كده. والناس تقول حرام ليه 450 جنيه، ليه كده فطرة، ليه مش عارفة ايه. انت مش عارفة مكوناتها ايه. انت لو تعرفي مكوناتها مش هتقولي الكلام ده. هي فعلا غالية 450 جنيه، ما تستاهلش كل المبلغ ده، بس هتستاهل لو ان نص المبلغ. ليه؟ علشان هقولك هي كلفت ايه وهي اتحطت فيها ايه غير الحاجات اللي انت عارفاها. صدقيني غير الجلاش اللي بالمهلبية والكشكشي من فوق وخلاص على كده بقى اسمها المكشكشة او كده، بس لا طبعا محطوط فيها حاجات تانية، وهقول لك كمان هي غالية ليه. تابعيني بذكر الله واذكروا ربنا لعلها ساعة استجابة، ندعي ربنا كده ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين. هنجيب الجلاش كده وسمنة بلدي. شوف بقى الخطوات ازاي هي غالية كده. هنجيب سمنة بلدي هنحطها في الصينية كده، وكل طبقة هنحط فيها سمنة بلدي. في ناس بتعملها ازاي؟ بتحط السمنة دي وعليها بيض ولبن وتربهم، وتحط بين كل طبقة وطبقة. شوفي بقى البيض بكام، وشوفي السمنة البلدي بكام، وشوفي اللبن بكام. شوفي اما تورق بكذا حاجة دول اجمعيهم كده، هتعرفي هي بقى غالية ليه. خلاص تمام. انا بقولك هو غالية ليه وهقولك مكوناتها وانا بشتغل، وبرضه هعملها بإذن الله زي ما هم بيعملوها. بس زي ما انا قلت لك في ناس بتحب تورقها بالمنتجات دي، فعشان كده هي غالية. ولسه برضه هقول لكم برضه الحشو هي اللي بقى مكوناتها برضه غالية. هنورق كده هنحط كله زي ما انت عايزه تعمليها زيهم بالظبط باللي هي ب 450 جنيه، هتورقيها بالبيض وباللبن وبالسمنه البلدي. خلاص ماشي. عايزه تعملي على قد المنتجات اللي عندك شويه سمنه وخلاص، سمنه بلدي سمنه عاديه اي حاجه بقى، مفيش اي مشكله. المشكله بقى في الحشوه هي اللي هتبقى هنكلفها شويه. هنجيب لبن. طبعا هتجيبي لتر واحد، مش هتجيبي اللبن كله اللي انا هستخدمه ده، لان انا هعمل معاه كمان كنافه. تمام. هجيب اللبن كده لتر لبن معاه كريمه الخفق او كريمه الطهي. تمام. هتجيبي كريم شانتيه كمان، يعني كريمه الطهي وكريم شانتيه هتحطهم برضه على بعض. عرفت بقى هي غاليه ليه؟ تابع معايا بذكر الله عشان اقول لك بقيه المكونات. يبقى 3 منتجات احنا جبناهم دلوقتي: كاستر وكريمه الطهي وكريم شانتيه، كل دولت على بعض. طبعا انا مطلعها لسه من الفريزر فطبعا متلجة، مفيش اي مشكلة، كل ده هيفك ان شاء الله على النار. هقلب كده. تمام. هحط لبن كمان، لبن جاف او لبن ميدو اللي موجود عندك. شفتي بقى، شفتي التكلفة. احطهم على النار على رشة فانيليا، بس ما كتريش الفانيليا قوي عشان بتمرر بتخليها مرة. فبصي رشة فانيليا صغيرة جدا جدا، وقلبي لغاية ما تتماسك مع بعضها. هنجيب بقى الكاستر كده والحاجات اللي احنا حطيناها الحشوة كلها. على فكرة هما مش بيحطوا الحشوة دي بس، لا بيحطوا كمان عليها بيض، بيحطوا عليها كمان 3 بيضات، بس الصفار بتاعها بس، الصفار بتاعها بس. بس انا بامانه حسيت ان خفت لا يكون زفر ولا حاجه واقرف منها، فبامانه انا عملت مش زيهم قوي. لا انا حطيت بيضه واحده قلت اجرب فيها، ما حطيتش ال3 بيضات ولا 4 بيضات اللي بيحطوها في الحشوه. انا حطيت بيضه واحده بس على الكميه كلها، وهقلبها. انا مش عايزاها تستوى، احنا عاوزينها تعمل لون. الفانيليا اهو، وزي ما انا قلت ما تكتريش في الفانيليا لان بتبقى زهرة قوي. وهحط البيضة وهرب بسرعة. هما بيحطوا 3 صفار بيض او 4 صفار بيض، لا انا حطيت البيضة كلها وهقلبها وخلاص على كده. هي تستوى من سخونية المهلبية او الكريمة اللي انا عاملاها دي. انا حطيت واحدة بس وقلبت. بعد كده هحطها على الجلاش. تمام. وهورق برضو نفس اللي انا عملته قبل كده، بس هيبقى بالكشكشه اللي حضراتكم بتشوفوها دي. انا هبطئ الفيديو خالص عشان تشوفوا انا طبقتها ازاي. زي المروحه، عارفين احط طبقه بس اغلف بيها المهلبيه او الكريمه اللي احنا عملناها دي. وبعد كده هجيب بقى ورقه الجلاش
وهنطبقها زي ما قلت لحضراتكم، هتبقى زي المروحة. بس طبعا كل طبقة بحطها بحط عليها السمنة بتاعتها. خلاص تمام كده، بالراحة اهوت وبكل سهولة هتطبقي اهي الطبقة الأولانية، وبعد كده تعملي خلاف على طول اهي، واحدة كده وواحدة كده على طول اهيت، هتلاقيها اتكشكشت معاكي وجميلة قوي، حلوة خالص. هتحطيها كده بالطول. لو الورق عندك قليل كبري اللي هي الحتة اللي انت بتتنيها. انا حطيت 5 ورقات فوق و5 ورقات تحت من الجلاش، وجلاش ما شاء الله كبير زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الحكاية بقت سهلة. هنعمل بقى الكمية كلها. في ناس طبعا هو ترند ونازل اللي هي المكشكشة، كله بيسقيها بالشربات عادي خالص، وكمان بيعملوه بيها باللبن. لا، ما انا قلت لك هجيب لك كل الاسرار بتاعه المكشكشه، ما حدش نزلها على اليوتيوب قبل كده. في نزل حاجه وساب حاجه تانية، فانا جبت لك اللي هي بالتمن بتاعها، والتمن بتاعها الغالي ده ليه. عملت كده المكشكشه كلها هي، كشكشتها وحطيتها كلها في الصينيه، وهحط عليها السمنه. تشربيها سمنه كامله. شوفوا بقى هما بيملوا دي كلها سمنه، كل ده بيملوه سمنه بلدي. السمنه البلدي غاليه قوي يا جماعه، فهي تستاهل الفلوس. طبعا حطيتها في النار تستوى، وبعد كده فضل عندي حبة كريمة من اللي أنا عاملاها، عاملها بالكنافة. طبعا احنا عارفين لازما بنغلف الكنافة كلها. الكنافة ديت بقى كنت عايزة أقول الناس المغشوشة في الشكل، ويقول لك نفسنا نفهم الكنافة اللي بتبقى متصورة دي بتبقى وشها مساوي ازاي. احنا مش بنعرف نساوي وشها، او التحميرة ما بتبقاش جميلة بالمنظر ده. تعالي بقى اقول لك السر. حاجة بسيطة جدا مش حد بياخد باله منها، بس أنا هقولها لكم بالتفصيل وقدام الكاميرا كمان، يعني مفيش حاجة مستخبية عنكم. تمام. هغلف كل حبات كده الكنافة، وبعد كده هجيب كوباية كاملة من السكر المطحون. طبعا الكنافة دي تقريبا كيلو. نغلف كلها كده. هتعمل لك الكيلو بيعمل لك صينيتين حلوين، مش صينيتين كبار، صينيتين حلوين صغيرين من بتوع البيتزا. هغلف كل حبات كده بالسكر. خلاص بعد ما غلفت بالسكر الكوباية كلها، حطيت نص وبعد كده كملت وحطيت النص التاني. خلص غلفناها كلها كده بالسكر اهو. شوفوا معايا كده اتغلفت خالص اهي. شوفوا لا عاد باين في سكر ولا باين حاجة خالص. هنجيب الصينية بتاعتنا، هنحط فيها السمنة، وطبعا هنحط فيها الكنافة. هنرجع للمكشكشة تاني، خليكي معايا هتستفادي ان شاء الله. ممكن تعمليها بايدك كده، وممكن تعمليها بصينية اصغر منها وتضغطي عليها تستوي. تمام. هنحط كده الكريمة بتاعتنا، وبرضه هسويها سخنة. طبعا هتتخلي الكنافة معاكي تلزق بسرعة، وما تبقاش طبقة في الكنافة لوحدها والطبقة التانية لوحدها، لا، وهي دافيانة كده او هي سخنة وانت تحطيها كله هيتماسك مع بعضه. برضو بالراحة كده، وهتفردي الكنافة وتضغطي عليها وتحطها في النار. بسيطة جدا. هنعمل بقى الشربات. الشربات ده انا هعمله للكنافة وهعمله كمان للمكشكشة. كوبايتين سكر على كوبايتين مية بالمنظر ده، على رشة فانيليا، على ماء الزهر او ماء الورد. وما تكتريش ماء الزهر وماء الورد لان بيبان قوي عشان ما يغيرش الطعم معاكي. هنحطه كده على المكشكشة العسل. بعد ما حطيت العسل يا جماعة على المكشكشة، حطينا مش لبن، لا، اللبن المكثف او اللبن المحلى. هو ده بقى السر. شوفي السر في ايه اهو. ما حطيناش لبن، احنا حطينا لبن مكثف او لبن محلى. عرفتوا بقى؟ شوفي كذا حاجة اهوت. عرفت بقى بقت غالية ليه. وحطينا الفستق الكداب. انا طبعا جبت الفستق الكداب بصراحة، وحطيت عليه بندق ولوز، وقمت فرماه في الكبة كده، او اللي هي بتاعت الفلفل والكمون، وقمت حطاه. بيدي طعم حلو قوي.
شوفي هنستنى بقى كل ده لما تتشرب. طبعا هي لسه سخنة، بس انا عايزة اوريكم منها قطعة، وفي اخر الفيديو ان شاء الله هوريكم تاني يوم بقت متماسكة وجميلة قوي ازاي. بعد ما قطعت منها القطعة كده هوريكم ان هي لسه اللبن المحلى او اللبن المكثف لسه في الجنب اهو في الصينية يا جماعة. شوفي لسه كل ده هتشربه، كل ما تقعد كل ما هتشرب اللبن ده او اللبن المحلى او اللبن المكثف، ويبقى طعمها حلو قوي. شوفي شكلها. طبعا احنا حطينا الكنافة في النار تستوى. طبعا انت بتسويها على نار هادية جدا علشان وشها يبقى زي ظهرها. يا جماعة الناس بتحطها في صينية اكبر منها زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده، ووشها هو اللي بيبقى ظهرها. عرفتوا اللون بيبقى جميل ازاي، وعرفتوا ان هي بتبقى متساوية قوي ازاي. هي دي التكة. المحلات بتعملها بالمنظر ده. حطيت العسل عليها كده، ولو عايزة تحط عليها مكسرات على الوش او الفستق الكداب حطي، او البندق واللوز اللي انا فرمته مع الفستق الكداب كان حلو قوي. شوفوا شكل المكشكشة جميل قوي ازاي. دي تاني يوم شوفوا ماسكة نفسها وشكلها حلو قوي ازاي. طعم منها شوفي ماسكة نفسها حلوة، وطعمها بقى جميل. اما بتبات تاني يوم طعمها جميل. شوفوا وريتكم كمان التحمير فوق زي تحمير تحت، حلو قوي. بتحطها في الرف الاوسط وبتستوى. الحرارة هتاخد من فوق ومن تحت، وهتستوي بالمنظر الجميل ده. وشكرا ليكم جدا كل تابع الفيديو من اوله لاخره، وجزاكم الله كل خير، وكل سنة وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.